السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله نعمل مع بعض بورتفيه كبير ب3 جيب خيط مكرمية مصري لون جنجا موف. أول حاجة هنعمل عدد من السلاسل. أنا عملت 26 سلسلة وبعدين اشتغلت عليهم بغرزة حشو عادية. الإبرة مقاسها 3.5 عشان الخيط سمكه رفيع. لو الخيط أسمك من كده ممكن تستخدمي إبرة رقم 4.5. طبعا 26 سلسلة. أو لما أجي أعمل السطر اللي بعده هسيب أول سلسلة منهم وهشتغل في الحلقات اللي في الظهر بحيث يبقى الوش والظهر زي بعض. كل شغلنا هيبقى عبارة عن غرزة حشو عادية في الحلقتين. 26 سلسلة يبقوا هم عرض البورتفيه. خلصت السطر الأول هرتفع سلسلة والف الشغل وابدأ في السطر التاني. طبعا منساش أول سلسلة أول غرزة وآخر غرزة متنسيهمش لأنك لو عديتيهم هيبوظوا الشغل كله. هنشتغل عدد من السطور. أنا اشتغلت 33 سطر وغرزة حشو عادية كلهم. طبعا بعد ما سيبنا منهم سلسلة وعمل اشتغلنا على ال25 سلسلة بقى ال33 سطر دول كلهم 25 غرزة عشان تظبطي العدد تعديهم يعني كل مرة. هنبتدي بقى نعمل القلاب بتاع البورتفيه. هبتدي اتناقص كل سطر هتناقص فيه غرزتين، غرزة من الجنب ده ومن الجنب ده. هدخل الإبرة واسحب الخيط وهخليه على الإبرة وبعدين هدخله في الغرزة اللي بعدها واسحبه تاني وبعدين اسحب الخيط من اللفات اللي على الإبرة كلها. هنكرر الموضوع ده لغاية آخر غرزة عندك. هنبدأ بتناقص وننتهي بتناقص وبرضو نلف الشغل ونرتفع سلسلة ونلف الشغل ونبدأ السطر اللي بعده. مننساش الغرزة اللي قبل الأخيرة هنشتغلها تناقص هي والأخيرة مع بعض هيبقوا غرزة واحدة. خلصنا كده القلاب. طبعا هنعمل عروة هيتبقى عندي 3 غرزة من فوق. هنعمل له عروة عشان الزرار. هاخد أول غرزة وبعدين ارتفع 3 سلسلة وارجع اخش اعمل غرزة كمان في نفس الحلقة منزلقة طبعا.
هرتفع هنا 10 سلاسل، وبعدين هخش اعمل غرزة منزلقة في نفس الغرزة اللي انا ارتفعت منها عدد السلاسل، وبعدين اخد الغرزة اللي بعدها منزلقة برضو، وبعدين هعمل سلسلة وهلف بقى، هعمل اطار بغرزة الحشو على كل الغرز اللي في البورتفيه اللي احنا عاملينه. همشي بغرزة حشو، هعمل اطار كامل للقطعة اللي احنا عاملينها دي، مفوتش ولا غرزة عشان ما يحصلش عندي، ميبقاش مزرزر يعني من الجنب ده او الجنب ده. اخد بالي ان اعمل في كل غرزة غرزة حشو. نكمل الاطار كله بغرزة الحشو، ونيجي عندي الاركان اللي هي في اول السطر اللي احنا عملناه، نشتغل غرزتين حشو في الغرزة الواحدة عشان نعمل الركن اللي في الجنب، عشان ما يتقوصش مني. والركن التاني كمان هنشتغل في اخر حلقة، هنشتغل فيها غرزتين حشو ونكمل الاطار اللي احنا بنعمله. وهناخد طبعا لو في طرف خيط او حاجة زي كده هناخدها تحت الشغل عشان نثبتها. خلصنا كله وعملناه، وبعدين هنقص بقى الخيط ونثبته مع بعض. طبعا القص عندنا بيكون بالولاعة سواء سخان او عادية، بس يفضل ان هي تكون ولاعة سخان عشان النار ما تطرش. خيط المكرمية ما بيتقصش بالمقص لانه بيشرشب وبينسل خالص. دلوقتي بقى عايزين نعمل الجيب اللي من جوه اللي هو الجيب الكبير. هنقسم بالنص القطعة اللي احنا عاملينها قبل غرزة القلاب بتاعة التناقص، وهناخد من تحت كده هناخد غرزة حشو. هنسحب الأول الخيط ونشتغل غرز حشو، نعمل سطر كامل غرزة حشو ونبني عليه الجيب اللي احنا هنعمله. نحاول نظبط السطر عشان يبقى الجيب بتاعك مظبوط. هنشتغل عدد سطور فوق بعضها بما يناسب الطرف اللي احنا تانيينه. يعني لو انا قاسمة مثلا جيب البورتفيه اللي من بره 10 سطور، فانا هشتغل 10 سطور. لو قسمهم 12 سطر فانا هشتغل 12 سطر عشان لما اركب السوستة يبقوا الناحيتين قد بعض. نحاول ناخد طرف الخيط معانا عشان نثبته ومبقاش فيه اي زوايد في البورتفيه من جوه او من بره.
نكمل بقى السطر كله وبعدين نبني عليه عدد سطور من الحشو. ما ننساش طبعا زي ما قلتلكوا اول غرزة واخر غرزة، لو نسيناهم هيبتدي يتناقص السطر بتاعك ويطلع الشغل مش مظبوط. خلاص كده عملنا عدد السطور المناسب. دلوقتي بقى عايزة اقفل الجيب مع بعضه وبعدين ابتدي اشتغل الجيب اللي بعده. انا اشتغلت تقريبا 15 او 16 سطر. هنسيب بما يعادل مثلا متر ونص خيط وبعدين نقص، نسحب الخيط طبعا من اخر غرزة عملناها وبعدين نلضم بقى في ابرة التنظيف ونبتدي نخيطه من الجنبين. انا خيطت من جنب وبعدين مشيت بالابرة تحت الغرز لغاية لما وصلت للجنب التاني وخيطته برضه، ما قصيتش خيط ولا ضمت من جديد. هنلضم الخيط، هنشتغل في الحلقة الأمامية للطرف اللي من الناحية التانية، يعني الطرف اللي هو اللي من بره اللي هو بتاع القطعة الكبيرة هناخد منه الحلقة اللي ناحية الجيب اللي من جوه، حلقة واحدة بس من ناحية الجيب واسيب الحلقة اللي من بره فاضية. هتعملي كده زي ما تكون هتحددي الشكل بتاع القطعة المستقيمة اللي معاكي. زي ما احنا شايفين، وهاخد بقى كل غرزة قصادها غرزة عشان طبعا الناحيتين سطورهم عدد سطورهم قد بعض، هتبقى منظمة لوحدها. بس هحاول اخلي كل الغرز قصاد بعضها عشان وانا بخيط ما اتلخبطش. زي ما قلت في الاول خيطت الطرف ده ومشيت بالخيط تحت الغرز من تحت كده وبعدين كملت الجنب التاني معاه، يعني ما خلصتش الجنب ده وبعدين قصيت خيط ولضمت الناحية التانية، لا، زي ما انا هو الخيط وهي الابرة.
خلصت الناحيتين وهيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الجيب كبير طبعا ويشيل كتير اوي، بس ده هيتركب له سوستة. اعمل بقى جيب تاني من جوه. هشتغل قطعة مستطيلة. هبدأ بعقد البداية وعمل 25 سلسلة. هسيب منهم سلسلة واعمل في الغرزة اللي بعدها غرز حشو. هيبقى عندي 24 غرزة. هنشتغل مثلا وليكن 12 سطر. اشتغلت السطور المطلوبة، وبعدين هزود برضو خيط تقريبا مثلا متر عشان اخيط الجيب من جميع اطرافه. اخلي بس الناحية اللي فوق عشان اركب فيها سوست. اقص بالولاعة، متنسيش جدا الحكاية دي لانه بيترتب عليها حاجات كتير. يعني انت ممكن تنسي وتقص بالمقص، بعد كده الدنيا عندك هتبوظ خالص. هسحب بقى الخيط من اخر غرزة انا عاملاها والضم في الابرة. عندك ابرة تنظيف بلاستيك، ابرة ستانلس، اي نوع ابر من ابر التنظيف. الخيط ده كتير، يعني انا مخليه حوالي مترين او متر ونص، مش متر واحد. هلضم بقى الخيط في ابرة التنظيف، وهحط الجيب اللي انا عاملاه او القطعة اللي انا عاملاها دي على ظهر البورتفيه من جوه. برضو هيبقوا الجيبين من جوه البورتفيه، مفيش فيهم جيب من بره. هيبقى عندي زيادة غرزة من الناحية دي وغرزة من الناحية دي. يعني الجيب اللي احنا خيطناه قبل كده كان قد العرض بتاع البورتفيه بالظبط، انما الجيب ده هيبقى اقل غرزة من الناحية دي وغرزة من الناحية دي. نحاول نحط الجيب كويس. طبعا اللي بيخاف من عدم ضبط الموضوع ده ممكن يثبت بإبرة أو يثبت بمشبك أو دبابيس من دبابيس اللي هي اللي بتاع الكروشيه اللي بنجيبها دي. نحاول نعدي الخيط من بين الغرز. خلاص كده خلصت الجيب. هجيب بقى السوستة، احاول اثبتها كويس واخيطها. خيطت واحدة، اخيط التانية بقى. تركيب السوستة سهل شوية، بس عاوز اللي يظبطها كويس عشان تفتح وتقفل بسهولة. حاول اعدي الخيط من بين الغرز عشان بس الفتلة ما تبانش من بره. الخيط بفتلة سودا، هي مش هتبان من بره عشان معدياها من جوه الخيط مش من بره، يعني مش باينة اصلا. السوستة سودا لون الخيط، فمش هيبان اي خيوط من بره او من جوه.
نثبتها كويس، وبعدين نروح نخيط السوستة اللي في الجيب التاني. الجيب اصغر من ده، يعني ده بعرض البورتفيه، التاني اقل شوية في العرض. السوستة التانية بقى نحاول نثبتها كويس زي اللي فاتت. نخلص السوستة ونشوف هنقفله ازاي. خلاص كده خلصت السوستة اللي من بره واللي من جوه. دلوقتي بقى هبتدي اقفله على بعضه. هشتغل ازاي؟ انا كنت شغالة في الحلقة الامامية من الجيب اللي عملناه الجيب الكبير. هشتغل في حلقة برضو من الحلقات الامامية اللي في الظهر اللي احنا بنثبته مع الغرزة اللي احنا قافلين بيها. يعني مش هاخد من الطرفين، لا هاخد من الطرف اللي انا مخيطاه. قفلنا الناحيتين. دلوقتي بقى ركبت زرار عشان انا عامله له عروة. هنقفل بقى يبقى مظبوط وشيك جدا في اللبس. اعمل له بقى يد تركب وبتشال. عندي جنش صغير لونه فضي، هشتغل عليه 3 غرز بالعرض. هعمل عقدة بداية واسحبها من جوه الجنش، وبعدين هشتغل 3 غرزة. اشتغلت اول سطر غرزة نص عمود 3 غرز. فوقيها بقى نشتغل حشو عادي 22 سطر. هاخد طرف الخيط